بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخواتاتي. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يلقاكم ملاح ويلقاكم بصحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة بنة تاعها روعة، قمة 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 في البنة. بزاف بنينة هاد الوصفة، ان شاء الله تجربوها. اللي تكون عندها البطاطا رقيقة وتكون بحرت لها شدير بها، ديري هاد الوصفة وغادي تولي مدمنة عليها بالبزاف. واذا بغيتي تخرج لك هاد الوصفة كيما انا خرجت لي، تبعي الخطوات بالتفصيل. هنا كما راكم تشوفوا درت البطاطا تاعي طفيت، درتها في سبيرة وبلعت عليها وخليتها طيب في غردها. وجيت نخدم هنايا الطاجين تاعي. هنا في الطاجين اللي عندك تاع الالومنيوم ولا تاع الطين، ولا درت 4 مغارف كبار تاع الزيت، ودرت نص مغرف كبيره تاع السمن. حطيت الفخذ تاع الدجاج تاعي، ولا اللي عندك صدر ولا فخذ اللي عندك ديريه. من بعد حطيت شرائح البصل، درت حبه بصل كبيره مقطعه، ودرت تاني نص حبه فلفله كبيره قطعتها دوائر، حطيتها فوق هذاك البصل. ودرت الملح، الكركب، فلفل الكحل، فلفل الاحمر، والقرفه غبره. نعاود لكم درت 4 مغارف كبار تاع الزيت مع نص مغرف كبيره تاع السمن. سمن اختياري بصح اذا عندك ماذا بيك ديريه باسكو هو يمد البنه روعه في المرقه. المهم حطيت الطرف تاع الدجاج، درت شرائح تاع البصل، درت حبه بصل كبيره، نص حبه تاع فلفله مقطعه دوائر، درت ملح والفلفل الكحل، فلفل الاحمر، كركب، ودرت قرفه غبره. هنا راني نخلط فيهم. خليت هذاك الفخذ يتقلى مليح، قلبته باش لي زيبيس هادوك يتجانسوا مع البصل مع الفلفله. تسمى هنا السر تاع المرقه باه تجي شابه. يليق لكم في التقليه تخلوها تتقلى، تبلوا عليها باش ما تنشفش، وتنقصوا عليها الغاز وتخلوها تقلى في غردها. هنا المرقه تاعي بعد ما تقلات، هنا الدجاج باش بعد ما تقلى مع الخضره تاعي، جيت هنايا سقيته بالماء حامي. النيفو تاع الماء كيما راكم تشوفوا على حساب حتى وصل لي مع الدجاج، ماشي حتى غطى الدجاج كاع، باسكو راكم عارفين الماء يصمت الماكله كي تكثروا بزاف. المهم زدت هنايا 2 وراق تاع رمل. من بعد حكمت هذيك البطاطا تاعي بعد ما دخلها طياب، شللتها بالماء بارد وقشرتها، ودرت لها هنايا كيما راكم تشوفوا الثوم غبره، درت لها الملح، ودرت لها الفلفل الاحمر. هنا الثوم غبره انا ما نستغناش عليه في البطاطا المقليه ولا البطاطا سوتي مقليه. المهم في البطاطا ما نستغناش على الثوم غبره، ما يختانيش فريمون، يمد لكم واحد البنه تحسوا روحكم راكم تاكلوا في المطاعم. البنه تاع البطاطا المقليه في المطاعم السر تاعها هو الثوم غبره. المهم هنا بعد ما خلطت البطاطا تاعي، درت الزيت تحمى، كي حمات غايه حطيت البطاطا تنقلى، حطيتها بشويه وخليتها طيب في غردها. هنا بعد ما خليتها تنقلى وتدي هذيك لا كولور دوغي، رحت للمرقه لقيت هذاك الفخذ تاع الدجاج طابلي، قلعته درته في طبسي. وهنا راني نفتت فيه، فتته بالفرشيطه بعد ما برد. بعد ما برد تسمى وليت نفتت فيه بيديا. فتكوني هاد الوصفه روعه 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 بزاف، كي نقولكم باللي تجيكم بنينه بواحد الطريقه ما تقدروش تتخيلوها. هنايا وليت للمرقه تاعي درت لها الماجيكو اللي ما نستغناش عليه كاع في المراقي تاعي، باسكو يمد واحد البنه تانيك خياليه. خلطت الماجيكو وجيت نخدم العقده. هنا السر تاع هاد المرقه والبنه تاعها في العقده هذه. درت هنايا حبه بيض، درت ربع كاس تاع لاكريم فريش، ربع كاس تاع حليب معدنوس مخلط مع الثوم مطحون. نعاود لكم، درت هنايا حبه بيض، ربع كاس تاع لاكريم فريش، ربع كاس تاع حليب معدنوس مخلط مع الثوم، درت رشه تاع الملح، درت كاتشاب. هنا الكاتشاب اختياريه، اذا عندك ديريها، واذا ما عندكش تقدري ديري طوماطيس تاع القوطي اللي هي الطماطم المصبره. خلطت المكونات والفلفل الكحل بيان سير ما تنساش، وشويه تاع ملح. خلطت هاد العقده تاعي، خلطتها مليح 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 وخليتها على جهه. هنايا وليت البطاطا تاعي بعد ما تقلت ودات هذيك لا كولور، قطرتها خليتها تكتر شويه في الصفايه. من بعد هنايا ستفتها كاع في المرقه. من بعد عاود درت الطبقه الثانيه الدجاج هذاك اللي فتته معاكم،
كطبقة ثالثة فرغت هنايا هاد العقدة، فرغتها وغطيت على المرقة تاعي وخليتها تتجمر في غردها. ولو كان ديروا في الطاجين تاع الطين بيان سي غادي البنه تكون مضاعفه، باسكو راكم عارفين بلي المرقه كي تتجمر في الطين تجيكم بنه كتر وكتر. وهنايا الفرماج ربي اذا عندك ديريه، اذا ما عندكش معليش، بصح هو راكم عارفين يكولي تما يلصق هذاك العقده مع المرقه، وبيان سيغ ثاني كيمد البنه. هنا خليت المرقه تاعي تتجمر، وهنايا راهي ديجا صاي طابت وخليتها بردت حتى البطاطا هذيك شربت وحطيتها لكم في طبق التقديم. المهم هذه هي الوصفه تاع اليوم. المرقه جات مجمره معسله بنينه، ان شاء الله تجربوها وتنجح لكم. اللي وصلت حتى لهنايا تفرحني بجام. ونقول لكم شكرا لحسن المشاهده. القاكم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء، مع السلامة.